قوات مدرعة تحيط بالقصر من جميع مداخله، حتى الأبواب الخلفية للقصر من ناحية حي عابدين على الخلف حوصرت، منع الدخول والخروج منها. الدنيا بتضلم والمدرعات موجودة، بنتكلم عن كتيبة، بنتكلم عن أبو اللي راح يمكن أكتر مجموعة كتيبة، سواء مجموعة مصفحات أو مجموعة دبابات. بنتكلم عن حوالي 100 قطعة مصفحة مدرعة، ما بين مدرعة ومصفحة. وبدأ القصر في رعب شديد جدا. بتحكي لي ليه بعدين، أو بتحكي لي بعدين انه ملكه نزة هي كانت بتحكي لي انها في ذلك اليوم ما كانتش عارفه تلم الشنط، تلم، وحتى ما تعرفش تلم ازاي. لكن لاول مره تنبهت هي في روايتها ليت بعدين الى انه هنا انه في مصيبه حلت وهم مش دريانين، وانه ابنها اساء التصرف، وانه الى اخره يعني. لكن على حال الساعه 9 وصل سير مايلز لامسون بعد حصار القصر، والقصر كله مذعور. وحتى الستات اللي في القصر، الملكه فريده، وبرضه سمعت منها فيما بعد تفاصيل اللي حصل، كلهم بقوا بيجروا في الكوريدورات يحاولوا يبصوا من وراء الابواب على سير مايلز لامسون وهو داخل. سير مايلز لامسون دخل من باب القصر، مشي في الممر الطويل رايح ناحيه الدور الاول حاوط مكتب الملك. سعيد باشا ذو الفقار، وهو رجل عجوز كبير الامناء في ذلك الوقت، حب يعترض طريقه، مش يعترضه عشان يقود سكته للملك، يتقدمه الى الملك. فهو حتى في روايته هو ازاح سعيد باشا ذو الفقار، وهو رجل عجوز كبير كان، ازاحه من سكته وقال له I know my way، انا بعرف طريقي. مشي دخل على مكتب الملك. الروايات بتقول انه ضربه برجله، ضرب مكتب الملك بالباب وهو داخل، فتحه برجله. وانا اظن ده مش صحيح، هو فتح بالاكره الطبيعيه للباب ودخل ولقى الملك. وحسنين باشا كان بيحاول يطلع يقابله بره او يقف جنب الملك، لكن لقى قدامه مشهد هو بيصفه انه مشهد ناس خائفين ولا يعلموا ايه اللي جاي في المقادير. هو قال للملك احنا صبرنا. اولا كان بيتكلم عليه باستمرار باعتباره ذي بوي، الولد. وهذا انا بقول، حتى بقرا الوثائق بعدها بسنين وانا بسمع التعبيرات كنت مستفز، الحقيقه وطنيه مستفزه، لانه هذا ملك مصر مهما كان رايي فيه. لكن هو كان بيتكلم عليه ذي بوي، اي توك تو ذي بوي، اي سكير ذي بوي. طيب، فهو قال للملك، قال له ما مؤداه انك انت بتلعب بالنار، وانه ما هذا الوقت من انتهى. انت قدامك ورقه عليها اما ان تكتب تنحيك عن عرش، تنازلك عن عرش، واما ان انا هتضطرني انه في بره ضباط واقفين، هتضطرني ياخدوك وتذهب الى مكان اللي انت عايزه. لكن هقول لك حاجه، مش اللي انت عايزه، احنا هنوديك كندا، لانه هناك في تلج كتير قوي وتقدر وانا عارف انك انت بتحب رياضه التزلق على الجليد، فاحنا هنوديك هناك تعمل اللي انت عايزه. لكنه هذا لا يمكن ان يستمر. وهو بيقول سير مايلز لامسون ان الملك فاروق اتخض، وانه اما قدم له الورقه، هو كانوا كتب ورقه تنازل عن العرش، كتبها سير والتر بونكتون. سير والتر بونكتون كان مقيم مستشار لوزير الدوله المقيم هنا، وهو قانوني ضليع جدا. وكان هو الراجل اللي كتب، غريبه قوي، انه هو الراجل اللي كتب وثيقه تنازل الملك ادوارد الثامن عن العرش لما حب ميسيس سيمسون وتنازل عن العرش عشان يتجوزها. هو الراجل اللي كتب نفس الوثيقه، فكتب له وثيقه تنازل عن العرش 4 5 اسطر موجوده في الوثائق البريطانيه كلها. والملك فاروق هو الملك يبدو انه اتخض، فجاب الريشه اللي على مكتبه وهيمضي تنازل عن العرش، واذا بحسنين باشا راح ماسك ايده وبدا يكلمه بالعربي طبقا لروايه السفير. فالملك بص مايلز لامسون وقال له انت مستعد تديني فرصه تانيه؟ لكن هنا كان في مشهد السلطه المصريه في واقع الامر صار فيها الاخطاء التانيه بتنهار. فقال له اديك فرصه، لكن نحاس يجي، والنحاس يجي بسلطات مطلقه الى اخره. اورايت، خلص، خرج سفير، خرج وهو بيقول هو نفسه ان هو في العربيه مش كانش متاكد اذا كان عمل صح ولا غلط، وهل كان هذا الولد في رايه يستحق هذه الفرصه الثانيه، او كان لازم يخلص منه ويمشيه يوميها بالليل ويسفره ويرحله. لكنه على اي حال لما راح في اجتماع في جاردن سيتي، في البيت اللي كان فيه مقر وزير الدوله المقيم في الشرق الاوسط،
وانا فاكره البيت كويس قوي، وهو رقم 8 شارع النباتات في الجاردن سيتي. راح قال لهم انه هذه الحيرة عثرته، لكن هو كمان فكر في اللحظة الأخيرة في انه يعني قد يكون إذا هذا الولد انصلح أمره فهذا كويس، لأنه إحنا ما احناش مستعدين نخش في هذه اللحظة في مغامرة خلع ملك، خصوصا بعد ما كانوا خلعوا هم قبل كده شاه إيران. احنا بننسى انه بس ده موضوع تاني، لانه ما اضطروا في ظروف الحرب وهم بالتعاون مع روسيا يخلعوا رضا بهلوي ويولوا ابنه محمد رضا بهلوي، لكن كانوا خلعوا ملك قبلها باربع خمس اشهر. وحتى هو في كلامه قال له انت لم تعتبر باللي جرى لقرايبك في طهران، بنسايبك في طهران. فعلى حال هو رجع وبدأ يحكي لهم ان هو على بضض وعلى الرغم من مشاعره، وانه كان نفسه ياخد الولد لغايه الاخر ويسلمه للظباط اللي بره، او يقولوا الظباط اللي بره ياخدوه ويسفروه في نفس الليله، وكان في طياره جاهزه عسكريه تاخده على عدن اول محطه، وبعدين بيشوفوا على فين بعد كده، على كندا. الملك بعت بعت حسنين لمكتبه، قعدوا الى مكتبه وقال له خلوا النحاس يجي، خلوا اي حد يجي. مش واقع الامر ان هو كان مذعور ذعر لا حدود له، وله حق. انا في حاجات كتير قوي في مراكي قوي سئلت على مين مسؤوليه 4 فبراير. نحاس باشا جه والف وزاره، والنحاس باشا جه والف وزاره، واحمد باشا ماهر يوميها قال له رفعت باشا انت تؤلف الوزاره على حساب على حراب الانجليز، وحد قال له انت جايب الدبابات البريطانيه. انا لازم اعترف ان انا لسوء الحظ مرات لما بنعمل حاجات او لما نعمل في احكامنا اشياء عقلانيه، في بعض المرات نحن نتجرد من عواطفنا، ويبقى مطلوب ان نتجرد من عواطفنا. انا بتسأل كتير قوي، مرات كتير قوي، رايي ايه في 4 فبراير، تقييمي ايه ل 4 فبراير، والاقي انه انا قدام اطراف 3 كل منها على حق او له مشروعيه في موقفه، لكنه في المحصله هم صدام. الانجليز عندهم حق، لانه هنا في مشكله بقاء الامبراطوريه او ذهابها، حرب او نصر او هزيمه. الملك فاروق عنده حق لانه هو رجل يتصور لنفسه دور معين في البلد، وهو مسؤول عنها دائما فوق كل الوزارات وبعد كل الوزارات، وهو من واجبه ان يستطلع ايه المستقبل لو كان فيه تغير في نتيجه الحرب عما كان منتظرا. نحاس باشا من الناحيه الثانيه في اعتقادي ما كانش غلطان قوي، بمعنى ان نحاس باشا كان رجل يعتقد انه صاحب اغلبيه في البلد، وهو صحيح، ويعتقد انه حيل بين اغلبيته وبين الحكم، هذا صحيح، ويعتقد انه مجيئه الى الحكم هذا ده هو حقه شرعي، وهذا صحيح، خصوصا في ظرف حرب هو عاوز فيها يحافظ على مصالح الناس ويضمن مستقبل معين بشكل. لكن هنا انا كنت بقول لما حد بيسالني اقول افتكر نص شطره من بيت شعر شوقي، انه هنا اللي هي في مسرحيه مجنون ليلى، ان ليلى ومجنون الشاعر قيس بن الملوح المجنون بيها وزوجها اللي اتجوزته، وهو راجل كان متفهم انها مرتبطه بقصه حب لكن ما كانش يعرف التفاصيل. وبعدين هي بتقول على لسانها في بيت شعر يعني من اللي عمله شوقي، واظن هو في الاصل من قيس بن الملوح، بيقول نحن الثلاثه ارتطمنا بالقدر. واقع الامر ان انا في 4 فبراير انا شايف قدامي 3 قوى ارتطمت كلها بالقدر، ارتطمت بمقادير حرب اكبر منها جميعا، وكلها كانت لها رؤى مما يمكن تبريره، وكلها كان لها خطط مما يمكن تصوره طبيعيا عند اطراف بهذه القوه.